انت دابا دخلت الدوسي بي وك. المادة الدسمة اللي كانوا كيتناولوها المغاربة البارح في مواقع التواصل الاجتماعي هي تسريبات صور بنات مغربيات وعربيات عريانات في تطبيق تيليبوكس، وهذا الشيء كامل تفرش بسبب امين رغيب. هذا الاخير اللي ثار ضجه وعرى على شي حوايج ما كانش بنادم كيقلب عليهم، باكات ديال بنات مغربيات وجزائريات ومصريات من مختلف الانواع والاشكال، ها العريضه وها الرقيقه والمسلوته حتى هي. وهذا الشيء كامل دخل الرعب في قلوب الدريات بنات الناس اللي مدخلين تطبيق سناب شات وخايفات مسكينات على التصاورات ديالهم لا يكونوا ضمن دوك الباكات. في هذه الحلقه تدارت خصيصا لكم باش نطمئنكم يا مجمع الفتيات الطاهرات، وفي نفس الوقت باش نوضح للراي العام ان امين رغيب في ذاك اللايف مع احترامي ليه كان غا كيرقع ويدخل الشكلي مع العكلي. خليكم معايا باش تفهموا ما وراء كواليس المعمعه ديال البارح وعلاقتها باختراق سناب شات. البارح امين رغيب خرج بواحد اللايف كيحذر البنات انه تم تسريب الصور ديالهم من سناب شات بلا اخبارهم، وراهم كيشوفهم اللي يسوى واللي ما يسواش، وبرر هاد القضيه بانه كاينين تطبيقات ملغومين كيخترقوا ليك الهاتف ديالك. متفق معك كاينه هاد القضيه، ولكن شنو علاقات دوك الباكات اللي تسربوا البارح وبداو يدوروا في الفيسبوك باختراق سناب شات ببنات الناس؟ اولا بغيتكم تفهموا يا الناس ان دوك التصاور والفيديوهات اللي شفتوا البارح تعرفكم العفاريت ما غتقولوا والو، راهم في الحقيقه ديال البنات كيمارسوا العارة الالكترونيه وسطر عليها، بمعنى كيبيعوا تصاورهم وفيديوهاتهم في سناب شات لاي واحد قادر يخلص 300 400 حتى 1000 درهم على حسب البنت والمؤهلات ديالها اللي تيقى فيهم. وهذا الشيء ماشي غير في سناب شات بل حتى في الفيسبوك والانستغرام والواتساب. انا شخصيا شي عامين دابا كانت عندي واحد البنت في الكونت ديالي مبارطاجيه ستوريات كتبيع هاد السيرفيس بالعلالي، وكتحط الاثمنه وحتى السكرينات ديال الناس اللي خلصوها بوفاكاش والصياش، ورسلات لهم في المقابل تصورها باش تكون عندها واحد المصداقيه فيما يرضي ابليس. بمعنى دوك الباكات اللي شفتوا البارح بالسميه والكنيه راهم في الاصل ديال البنات اللي ديجا باعوا راسهم بدراهم قليله وبالرضا ديالهم بطبيعه الحال. الاشخاص مجهولين، ودوك الاشخاص شدوا دوك التصاور والفيديوهات وباعوهم بفوكونطات لوحدين اخرين اللي بالدور ديالهم صابوا باكات وداروا جروب في اي بي تيليجرام وبداو كيبيعوا داكشي جمله الناس كيشتركوا شهريا بالفلوس في الجروب ديالهم. ودوك الناس اللي اشتركوا شهريا باش يديروا الخير في الشباب اللي ما عندوش باش يخلص ناضوا لاحوهم فابور في تطبيق تيليبوكس وقالوا لهم اون جوي بلونغلي. شفتوا على حلقه كي دايره، وهذا الشيء كامل بسريه تامه. ناض السي امين رغيب مني وصلوا هاد الملفات المخلطين بدا كيكور ويعطي العور، حتى المغرب كامل ناض تفرج في دوك الفيديوهات وخدا الحسنات وما وضحش للناس شنو واقع، لانه في اللايف ديالو طرح واحد الظاهره بعيده كل البعد على هاد الشيء وربطها بهادوك البنات المسكينات اللي كيتصوروا بالفلترات ديال المشاش والكلاب وداخلين سوق راسهم. هو قال في اللايف باللي كاينين تطبيقات ملغومين، يعني ما كتتيليشارجيهمش من البلاي ستور، بحال مثلا داك واتساب جيبي كيكونوا فيه بعض المرات فيروسات كيخترقوا لك الهاتف ديالك وكياخذوا لك تصاور منه وكيقدروا يحلوا لك حتى الكاميرا الاماميه والميكرو وكيقدروا يتجسوا عليك كيف بغاو. وهضر حتى على دوك الديور اللي كيتكراو كيكونوا فيهم كاميرات صغار كيسجلوكم. هاد الشيء اللي طرح السي امين رغيب في اللايف واللي معروف من زمان ربطوا بدوك الباكات ديال بائعات الهوا اللي تسربوا في تطبيق تيليبوكس، وناضوا بدا يشير ويخلع في بنات الناس. امينه فاتحه سعيده ناري بنات الناس تشوهوا. دابا بيني وبينك السي امين، واش كاينه شي بنت الناس غتصور راسها زعما غتخلوى براسها كيف ما قلتي وغتكون بوضعيه مخله بالحياء وتتمارس العاده السريه من الفوق وتتحلون يا ابو فله يا قحطاني تعال عندي؟ راه لا يمكن. وخلاصه الكلام تطبيق سناب شات عنده مصداقيه وخدامين فيه ناس خاترين في الامن المعلوماتي وما فيه حتى ثغره، ومستحيل تخترق الصور اللي فيه الا وانت اللي صيفطتيهم بيديك ورجليك، يعني انتي الفنكوشه الغزيوله البسبوسه. الا كنتي عارفه راسك بنت الناس بلا ما تمشي تخلصي 500 درهم ديال الكونسلطاسيون باش يقلب لك السي امين رغيب على سميتك في الدواسه اللي ديجا كانوا مبارطاجين قدامين. والفهم تفهم سي امين رغيب دير عقلك ما تبقاش تشغمق على المغاربه، راه المغاربه ديال 2009 ماشي هما المغاربه ديال 2024.